ناجتس بيتي خطيرة، طعمها بجد خطير. عايزة اقول لكم انا بعملها دايما. المرة دي عملتها بمكون جديد جه على بالي، حطيته فرق معايا في الطعم جدا، خلى طعمها مميز وتحفة. عايزة اقول لكم نظيفة مضمونة، مكوناتها كلها صحية موفرة، كل حاجة حلوة فيها. اول حاجة عندي في الوصفة هستخدم فيها عيش فينو، استخدمت رغيفين فينو. الرغيف ده كنت مجمداه شوية علشان اعرف اقشره كده بسهولة. بقشر الطبقة الخارجية بتاعته من بره. ولو في توست ممكن تستخدموا توست، تستخدموا 4 قطع من التوست برضو، بتقطعوا الطبقة الخارجية بتاعتها اللي لونها بني اللي بتبقى غامقة دي. بعد كده قطعته مكعبات وحطيته في الميكسر علشان أفرمه. أنا عايزاه يبقى مفروم ويبقى ناعم جدا بالشكل ده. بعد كده هبتدي اجيب قطع الفراخ. انا استخدمت صدور بقطعها علشان برضو هفرمها. وصفة الناجتس بتحب جدا، بيبقى مفضل جدا فيها استخدام الصدور. لو هتستخدموا اوراق تقدروا تستخدموا اوراق جنب الصدور، بس ما تستغنوش عن الصدور. ما تستخدموش اوراق بس لانها مش هتنجح معاكم بالاوراق بس. بعد كده تبتدوا تحطوها في الميكسر. طبعا لو الميكسر كبير هيقدر يشيل الكمية كلها وتفرموها مرة واحدة، هيبقى سهل جدا. هتحطوا ده على ده. وبعد كده عايزه اقول لكم بقى المكون السري الفجأة، بقدونس وكرفس. عايزه اقول لكم ده جه كده في اختراعي، حبيت احطه، حسيت ان هو هيفرق في الطعم. حطيت نص معلقه منه. تقدروا تستخدموا كرفس بس كرفس مجفف او عود كرفس، تستخدموا نص عود كرفس فريش. مكعب مرقه خضار مفروم، ودي توابل هكتبها لكم تحت. ده بصل وتوم وملح وفلفل وجنزبيل ونشا ورشه من البيكنج صودا. بعد كده حطيت معلقتين كبار من اللبن ده علشان يطري العيش اللي انا حطيته. بعدين هبتدي اعجنهم مع بعض، ولو في ميكسر هيبقى افضل بكتير. وبعد كده حطيت معلقتين كبار من اللبن البودرة، فرق جدا جدا معايا في الطعم. ده اوبشن تاني لو حد مش حابب يحط توابل او في حاجة مش موجودة عنده وفي خلطة معينة هو بيفضلها ممكن يحطها، بس انا بحب احط التوابل بنفسي، بيبقى طعمها مضمون احسن. بعد كده هنا نعمت عندي وبقت كويسة. هبتدي اغطيها اسيبها نص ساعة في التلاجة او ساعة، بتفرق جدا في الطعم الخطوة دي. بعدين هنا بجيب الطبق الكريسبي اللي من بره. تقدروا تستخدموا كريسبي زي اللي انا جايباه ده، او تستخدموا من الكورن فليكس اللي هو مش بيكون فيه فليفر. تطحنوه كويس في الميكسر ويبقى هو الطبقة الخارجية الكريسبي بتاعتكم. وتقدروا تستخدموا كمان بقسماط. الطبقة الخارجية متوقفة عليكم، في اي اوبشن من التلاتة دول هيبقى ماشي. انا ببتدي احب اعمل الناجتس بالطريقه دي. باخد قطع مدوره كده، ادورها بايديا، وبعد كده احطها في الطبق الكريسبي اللي من بره على طول، من غير لبن من غير بيض من غير اي حاجه. وبعد كده ابتدي اشكلها. بحب اشكلها بعد ما احطها في الكريسبي. جربوا الطريقه دي، مش بتاخد وقت نهائي. بتتشكل معاكم بسرعه من غير ما قطع الفراخ تفضل تتلزق في ايديكم وتبقى صعبه في التشكيل وتاخد وقت وتبقى مرهقه. الطريقه دي بتخليني اشكلها في ثواني، بكون مخلصه الكميه كلها في حوالي 3 دقايق مثلا او 4 دقايق. هبتدي اشكلها كده، والسمك بتاعها بيفضل يكون الشكل ده. خلصت هنا عندي الكمية كلها. عايزة اقول لكم حلوة جدا. كل قطعة كانت حوالي 30 جرام، وعملت معايا 29 قطعة، وده الحجم المثالي ليها، من 25 ل 30 جرام. ده بيبقى حجم مثالي. اكتر من كده بتبقى كبيرة وممكن ما تستويش كويس. انا حبيت اخزن منها جزء. حطيت العلبة بتاعتي اللي انا هشيلها في الفريزر، حطيت طبقة كيس من تحت. وبعد كده حطيت قطع الناجتس. شايفين شكلها تحفة ازاي؟ شكلها حلو جدا. الطبقة الخارجية هي اللي بتتحكم في اللون اللي هيظهر لكم في الآخر. يعني لو استخدمتوا كورن فليكس هو أحسن حاجة. ولو استخدمتوا الطبقة الكريسبي زي اللي أنا جبتها برضو كويسة. لو استخدمتوا بقسماط بيخليها غامقة وزي كأنها محروقة شوية من بره. ابتديت خلصت عندي كل الكمية، بين كل طبقة والتانية حطيت كيس وشلته في الفريزر. ده الجزء اللي انا هستخدمه دلوقتي. جبت طاسة حطيت فيها شوية زيت، حطيت فيها معلقة ممسوحة كده من السمنة، بتدي طعم حلو قوي. بعد كده لما ساحت حطيت قطع الفراخ. الاول بخلي النار عندي متوسطة لعالية شوية. اول ما بحط قطع الفراخ بوطي النار علشان اسيبها تستوي بهدوء، لان نلاحظ ان دي احنا عاملينها في البيت، يعني مش واخدة قلية زي الجاهزة بتبقى مقلية بالكامل، واحنا يا دوب بنديها قلية تانية. فدي خلوا بالكم توطوا النار علشان تستوي في قلبها من جوه. بتاخد 5 دقايق تقريبا او 4 دقايق على كل ناحية. بعد ما بخلص بصفيها من الزيت واحطها على مناديل علشان تصفي كل الزيت اللي باقي فيها.
الطريقة دي تحفة تحفة تحفة. ده كان شكلها، حطيت لها صوص ودقتها، عايزة اقول لكم انا كنت طايرة من السعادة وانا بدوقها. طعمها قد ايه جميل، ويعني احنا ما كناش بناكل ناجتس، ما كناش نعرف يعني ايه طعم فراخ في الحاجات اللي احنا بنجيبها جاهزة من بره دي. اتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم. انا اسمي ليليان، ودي القناة بتاعتي. اتمنى لو تشتركوا معايا لو اول مرة تشوفوني، ولايك وشير وفعلوا الجرس. شكرا وباي باي.